السلام عليكم. انسي بقى أي وصفة سموسة أو سمبوسة عملتيها قبل كده وجربي هذه الوصفة، وصفة كده اللهم بارك تقولي عليها ببغاشة، تقولي عليها بقلاوة، puff pastry بدون زبدة، بدون سمنة، سهلة وسريعة، مورقة وكريسبي ومقرمشة، وما دام قلنا سموسة يبقى أكيد رُحنا على المطبخ الهندي. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله. هنبدأ بالعجينة. أنا هاشتغل على 2 كوب من الطحين، وأعطوني 6 حبّات ما شاء الله تبارك الرحمن كبار large يعني كده. ممكن تقدروا تشتغلوا على كوب واحد بس ما فيش أي مشكلة، رشة ملح، معلقتين زيت. هابدأ أفرُك الزيت الطحين، وبعدين أنزل بالمَيّة تدريجيًا. نريد قوام العجينة يبقى متوسط، يعني لا هي لينة جامد ولا هي جافة تمامًا، متوسطة. وهنبدأ نغطيها ونخليها تريح 10 دقايق. أثناء ما العجينة بتريح هنعمل الخليط اللي هنورق بيه وهيدينا طبقات كأنها باف بيستري بالظبط أو جلاش اللهم بارك. المقادير متساوية: تلت كوب من الطحين، تلت كوب من النشا، تلت كوب من الزيت، ونقصت معلقة واحدة من الزيت وضفت بدلها سمنة نباتي. تقدروا تستغنوا عنها وتخلوها الكمية كلها زيت، مفيش أي مشكلة. هنا أصحابي زي ما انتم شايفين كده هنقلب كل المكونات. في الأول بيبدو الخليط كده بيبقى سائل شوية، لكن بعدين بيبقى قوامه متوسط وبيبقى القوام اللي احنا نريده. بعد ما هندمج كل المكونات هنتركه جانبا ونرجع للعجينة. العجينة اهي بعد ما ريحت 10 دقايق، مش بنحتاج نريحها كتير. وهنبدأ نقسمها كده بالنظر 3 كرات تقريبا متساويين زي ما انتم شايفين. نحاول نلف الأطراف كده ونعملها كورة لداخل. الناس الجميلة اللي ما صلتش على النبي، والناس الأمارات اللي نسيت تستغفر ربنا في التعليقات واللايك يا جماعة. آه يعني هو اللي بيرفع الفيديو، مش هتخسري حاجة لما تحطي لايك، لكن هينفع كتير الفيديو ان اليوتيوب يقترح على ناس اكتر. فلو سمحتوا ما تبخلوش علينا باللايك والتعليق اكتر من مرة، هو ده دعمكم اللي بنطلبه منكم عشان يترفع الفيديو بس. وجزاكم الله خيرا. هنا على رشة طحين خفيفة هبدأ اخد كل كورة وهحاول بقدر الامكان كده افردها بشكل مستطيل. يعني مش لازم تبقى مستطيل يعني بالمقاسات، يعني بالشكل بالنظر. يعني انتوا عارفين شغل الموالح ما بيبقاش دقيق زي الحلويات، يعني بقدر الامكان. وكل مرة ما بنحطش طحين كتير، بس يعني هي العجينة اصلا مش بتلزق، بس عشان تسهل معايا الفرد. اهو انا جبت حتى النشابة التانية عشان اقدر افردها. ونحاول بقدر الامكان هيبقى سمك العجينة تقريبا نص سنتي. بهذا السمك، يعني لا نخليها سميكة قوي ولا نخليها رقيقة جدا. هبدأ افرد الكورتين التانيين بنفس الشكل، ونبدأ نجيب خليط التوريق ونبدأ ندهن السطح كامل. نحاول نغطي السطح كامل بمادة التوريق اللي احنا عملناها، اللي هي الزيت والنشا والطحين. طبعا اللي يقدر يحب يجرب في مقدار صغير. هنا بس في الأول هجيب الطبقة التانية ونحاول نسكنها كده على الطبقة الأولى، وبنفس الطريقة بقول لكم اللي يحب يجرب في كوباية واحدة من الطحين مفيش أي مشكلة، هيديكي 3 حبات كبيرة من السموسة. وبالنسبة لخليط التوريق هتعملي بس ربع كوب ربع كوب ربع كوب، أو معلقتين 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 من كل حاجة، من الزيت من الطحين من النشا. وبضيف ما بين كل رقة ورقة رشة خفيفة جدا من الطحين، يعني ما نكتر طحين، فقط رشة خفيفة. هبدأ أحط الرقة التالتة ونحاول بقدر الإمكان بنسكنهم على بعض، يعني عشان تبقوا كلهم نفس المقاس بالظبط يعني. وهنيجي على الطبقة الأخيرة برضو هندهن. لازم السطح كله يبقى مدهون بخليط التوريق، لأن هو ده الخليط اللي هيخلي لك السموسة بعد كده، أو سمبوسة، كل واحد حسب ما بيحب يقول عليها، لكن هي في الهند عامة بيقولوا عليها سموسة. تبقى ببف كده وتدينا توريقات وتبقى ما شاء الله تبارك الرحمن حلوة جدا. بتبقى مقرمشة جدا من بره وكريسبي، ومن داخل بتبقى سوفت وتحفة. هنا بقى هنجيب بعد ما فردنا الثلاث رقات هنجيب الجزء الأول ونطويه، وبرضو بنفس الحالة هنحط خليط التوريق ورشة طحين ونقفل عليه الجزء اللي بعده. وهنا في المرحلة الأخيرة هنبدأ ندهن السطح برضو، وابدأ ألفها
يعني كأننا بنطبق مظروف بالظبط او مربع يعني اهو. كده صارت معانا العجينة ممتازة. هنا برضو في المرحلة دي هغطيها بس واسيبها تريح 10 دقايق عشان تفرد معايا، لان احنا لما فردنا العجين لو حاولنا نفردها دلوقتي العجين هتلم فهتبدأ تقطع معاكي، فده اللي احنا مش نريده. يعني 10 دقايق ربع ساعة على ما اجهز معاكم الحشوة، حشوة البطاطا. طبعا اشهر حاجة حشوة معروفة في الهند او في السموسة الهندي هي حشوة البطاطا. حبة بصل مع شوية زيت دبلت، بس ما نريد البصل لونه يغمق، لا يكون خفيف يعني فات مجرد يدبل بس. نزلت عليها بتوابل الجرام مصالة ومعلقة كاري، واللي يحب يحط سبايسي مفيش اي مشكلة. عندي 3 حبات بطاطا مسلوقة وهرستهم بايديا كده، وهنبدأ نقلبهم مع خليط البصل والتوابل، وانزل عليهم بحوالي معلقتين كبيرة من البسلة الفروزن، او لو عندكم انتوا الفريش مفيش اي مشكلة ممكن تسلقيها نص سلقة، لكن الفروزن مش بنحتاج نسلقها ولا اي حاجة. قلبت كل المكونات هنخليها جانبا تبرد، لازم الحشوة تبقى باردة عشان ما تقطعلكيش العجين. بعد ما الحشوة بردت والعجينة ريحت 10 دقايق ربع ساعة، هبدأ على رشة طحين خفيفة أبدأ أفردها بشكل مستطيل، وأبدأ أقسمها من الوسط، نحاول بقدر الإمكان تبقى جزئين متساويين، وأبدأ يعني أهو زي ما انتوا شايفين كده هقطعها بشكل مثلثات. طبعا بقى التشكيل تقدروا حتى تقطعوها مربعات، تقطعوها دواير، يعني الطريقة اللي تعجبكم في التقطيع براحتكم. هنا هجيب معلقة كبيرة من الحشوة وببل الأطراف بالمية عشان تقفل العجينة اهو. بنعمل واحدة تانية مع بعض ونقفل. في المرحلة دي تقدروا تفرزوها تحطيهم على صينية وتدخليهم الفريزر، طبعا على كيس بلاستيك عشان ما يتزقوش في الصينية وتتقطع العجينة، وتفرزيهم. وبعد كده تحطيهم بعد ما يتفرزوا يجمدوا تحطيهم في كيس مغلق الإحكام وتطلعيها على القلي مباشرة وهي مجمدة. هنا في زيت. وهنا بقى لازم هنا النار تبقى يعني من الهادية لأول المتوسط. ليه؟ لأن دي فيها طبقات بتاخد شوية وقت في القلي، وبنحط فيها أول 5 دقايق بس بنصب عليها الزيت بأي مغرفة عشان الطبقات تورق. لو الزيت ساخن مباشرة هتتحمر من أسفل وأعلى ومن جوه هتبقى عجين. لا، هي بتاخد حوالي 10 ل 12 دقيقة في الزيت عشان كل الطبقات تفتح وتورق معاكي. شايفين بقى كأنها باف بيستري مورقة جدا من داخل كريسبي، يعني طبقات اللهم بارك تحفة. تعملوها بقى في رمضان وتتهنوا فيها مع حبايبكم بإذن الله. شايفين الطبقات والكريسبي كأنها والله يعني تقولي بقلاوة، تقولي يعني مش قادرة اوصفها لكم من جمالها. هتجربوها وارجعوا اكتبوا لنا في التعليقات. انا قلت لكم على كل الملاحظات في القلي والعجينة. لايك وشير. سلام عليكم.